دماغي صدعت من العظمة، أقسم بالله مباراة للتاريخ. مباراة يعني مش عارف أقول لك. أنا بأمانة الله ماتش مجنون. ورب الكعب ماتش خليتونا نشد في شعرنا والله. وسام أبو علي هاتريك، ومحمد علي بن رمضان جاب لك هدف عالمي. لا يا جماعة، في حاجة غلط. انتوا متأكدين انتوا بتلعبوا في كأس العالم للأندية؟ ورب الكعبة عاملين ماتشين مع انتر ميامي ومع بورتو. ايه ده؟ ايه؟ ما هو مش كده. بالراحة يا عم. ورب الكعبة عاملين ماتش عالي جدا، عالي جدا جدا جدا. أداء اللعيبة النهارده يا جدعان في ايه بقى؟ ايه دي؟ ايه اللعيبة دي؟ اللعيبه ما شاء الله نازله. هنكسب يعني هنكسب، اي نعم ربنا ما وفقكوش، ولكن تعادل بقى. لا يا جماعه، لا يا جماعه، جماعه الو الو. ورب الكعبه اللي يطلع يقول لك النادي الاهلي يمثل نفسه، وان لاعيبه النادي الاهلي ما بتعرفش تطلع بالكوره، وان النادي الاهلي ما بيعرفش يعني يلعب كوره وكلام. والله مشجع براس شطافه. اسمع مني، اسمع. اي حد يقول لك ان النادي الاهلي ولاعبين النادي الاهلي ما عندهمش بديهيات كرة القدم، فده مشجع براس شطافة. اي حد يطلع يحفل لك على النادي الاهلي سواء في التعادل النهارده مع بورتو، او تعادل مع انتر ميامي، او الهزيمه من بالميراس، اقسم بالله ده مشجع براس شطافة، مش براس بخاخه. نو 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 نو، ده براس شطافه. شفت الشطافه بتاع السيفون؟ انا بوضحها لك. هو الشطافه اهو، دي دماغه زيها، ده راسه زي راس الشطافه بالظبط. اي حد يطلع يحفلك على النادي الاهلي فده مشجع براس شطافه. قول له كده، يا اما تعمل له منشن هنا. اي حد يطلع يحفلك على النادي الاهلي وعلى اداء النادي الاهلي وعلى تعادل النادي الاهلي قدام بورتو النهارده، لا ده مشجع براس شطافه والله. اداء النادي الاهلي النهارده عالمي. بورتو حرفيا مش عارفه تطلع بالكوره، راحت بواحده باتنين بتلاته باربعه. احرزوا اهداف، ولكن سؤال بيطرح بلح للشناوي: لماذا انت هناك؟ والله بجد انا اتحرق، والله اتحرق دمي. اقسم بالله اكتر من مشجعين الاهلي بسببك. يعني لو مشجع اهلاوي مش هيتحرق دمه زي ما انا اتحرق دمي ليكوا. سلف شناوي كل كرة الاربع اهداف كده. شناوي والله العظيم بحس ان الشناوي ايده كده فعلا رايح يتفرج على المباراة لايف. بس شناوي انت دورك ايه مع الفرقة يا اسطى؟ انت ليك ايد والله، ولا دي الاكل بس؟ شناوي ده انا عامل لك رلزايه والله العظيم كنت هتجنني. انا بقيت اشد في شعري منك رلزايه قبل البث ده بالظبط. ابقى خش شوف، والله جننتني انا يا عم. ده انا دمي اتحرق اكتر من جماهير النادي الاهلي على اللي انت بتعمله. شناوي والله العظيم انا بحس ان انت ايدك كده فعلا يا اسطى. مد ايدك، ده انا بقيت احس ان انا بعايرك لما بعمل لك كده. يا اسطى ليك ايد والله يا اسطى. انت حرقت دم انا والله. انت ليك ايد زيك زينا زيهم، زي اللي هناك زي اللي هنا. بورتو النهارده كل ما تشوط كوره شناوي. يا شناوي في ايه؟ لماذا انت هناك يا شنو انت حارس مصر الاول والاوحد ماشي، بس مش كده. والله العظيم الاربع اهداف واقف حرفيا بتتفرج. يا عم حاول على الكوره. ضيعت تعب ومجهود فرقتك كله، ضيعت تعب الفرقه كلها والله. اقسم بالله بص اتفرج على الاربع اهداف اللي دخلوا في الشناوي. والله العظيم تلاقيه بص والله كده، بحس ان هو كده فعلا. ايه يا اسطى ده؟ الاربع اهداف يا عم حاول على الكوره. ما بنقولكش صدها، بس حاول ما تضيعش مجهود الفرقه. لو من الاربعه كنت نطيت على واحده ولا اتنين كنت جبتهم يا شنو. والله اتحرق دمي اكتر من جماهير النادي الاهلي على الفرص اللي راحت. حرفيا ابن شرقي ضيع كتير جدا. اللي يطلع يقول لك ان زيزو غير مؤثر مع النادي الاهلي فده مشجع براس شطافه. اللي يطلع يحفل لك علشان النادي الاهلي تعادل مع بورتو النهارده ده مشجع براس شطافه. حرفيا اللي هيطلع يحفل عليك
اعمل له منشن هنا في الفيديو ده او في البث ده، انت مشجع براس شطافه، نتكسف على دمنا شويه. والله بجد. كابتن ميدو بيطلع يقول لك النادي الاهلي ما عندوش بديهيات لعب كره القدم، احنا فين يا كابتن ميدو؟ كابتن ميدو لما النادي الاهلي ولاعبين النادي الاهلي اللي احنا اتفرجنا في مباراته في كاس العالم للانديه، بص على اداء لاعبين النادي الاهلي، اقسم بالله اداء عالمي. برغم ان هو ما فازش، انا معاك يا عم ان هو ما فازش ماشي، ولكن اداء عالمي. الله يسامحه الشناوي والله. والله العظيم انت حرقت دم انا اكتر منهم. حرام، انا لما بلاقي فرقه تعبها بيضيع بسبب لاعب والله العظيم بتضايق، سواء الاهلي او الزمالك او اي فريق. يا ده احنا لو بنلعب في خماسي ولقينا الحارس كده هنكسره بالضرب. مش كده يا شنو؟ هلو، انت اصلا سامعني ولا انت نمت مني؟ شناوي والله العظيم حرام عليك، المباراه دي انت السبب في تعادلهم والله. حرام حرام والله كده. اللي يطلع يقول لك بقى ان زيزو غير مؤثر فده مشجع براس شطافه. اللي يطلع يقول لك ان اسامه ابو علي اداؤه ضعيف او ما عندهوش بديهيات لعب كره القدم فده مشجع براس شطافه. على السكه وعلى الدغري. اللي يطلع يقول لك ان النادي الاهلي فضح الكره المصريه قول له انت مشجع براس شطافه. اسمع مني. اللي يطلع يقول لك ان النادي الاهلي لا يمثل مصر وبيمثل نفسه، لا النادي الاهلي بيمثل مصر وشاء من شاء وابى من ابى، وانت برضو مشجع براس شطافه. مش براس بخاخه، لا نو 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 نو، براس شطافه بتاعت السيفون. اسمع مني، هو راسك زي راس الشطافه بالظبط. على السكه وعلى الدغري. اداء لاعبين النادي الاهلي النهارده اداء رجولي. اهدار الفرص اي نعم بالجمله. كله ضيع. كله ضيع والله العظيم. مباراه لو قلت لك تخلص 9-10 مستريح تقول لي اصل لا انت بترزع. لا انا ما برزعش. ماتش يخلص 9-10 كوكا ضيع. يا جدع انت ده كوكا ضيع. جراديشار ضيع. وسام ابو علي ضيع. ابن شرقي ضيع. يا جدع انت ده محمد الشناوي لو كان دخل كان ضيع. لا يا جماعه النادي الاهلي اي نعم خرج من بطوله كاس العالم للانديه ولكن خروج مشرف. مباراه على اعلى مستوى 4-4. مباراه عاليه جدا. تعادل مع انتر ميامي. ميسي وسواريز وبوسكيتس. لك ان تتخيل ان انت بتلعب الثلاثه دول في الملعب، بتمشي جنبهم كده والكاميرا جايه عليك وانت بتلعب معاهم، وحرفيا ما عرفوش يعملوا معاك حاجه. والنهارده بتتعادل مع بورتو 4-4. اداء عالمي. اداء عالمي. وبتخسر مباراه واحده من بالميراس. ولكن هارد لك النادي الاهلي. النادي الاهلي كان يستحق انه يصعد لدور ال 16 والله. هارد لك. واي حد يحفل عليك قول له انت مشجع براس شطافه. سلام عليكم.